كنفكر في واحد الموضوع ومبرسني بزاف. شنو هو؟ التضخم وهذا الشيء ديال ارتفاع الاسعار. يدوخ دا حنان ايوا عقده قايل صافي دوخ. حتى كنقول مع راسي راني فهمت، كنلقى راسي راني ما فهمت والو. بلاتي دقه انا غنشرح لك. وكيفاش دابا كنسمع بلي التضخم طالع ل 7.7% والزيت بوحدها قلتي طالعه ب 58%. كنفكر في واحد الموضوع ومبرسني بزاف. صراحه ما لقيت ليه لا تحليل ولا تفسير. شنو هو؟ التضخم وهذا الشيء ديال ارتفاع الاسعار. بزاف ديال البنوك المركزيه كترفع من سعر الفائده المرجعي تو ديريكتور، وحتى بنك المغرب بانت لي مازال ما دار حتى شي رده فعل. ايوا شنو درتي باش تفهمي؟ جيت نقلب في جوجل على التضخم بالعربيه وبالفرنسيه وحتى بالانجليزيه، زعما راني كنفهم. ايوا شنو لقيتي؟ بالفرنسيه l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix accompagnés par une baisse des taux. وبالإنجليزية inflation is the decline of purchasing power of a given currency over time. بالعربية هو مفهوم يستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال وتحديدا في الشركات الصناعية والخدمية. سكتي. ايوا تاش الحيت غير كلي باه فيه والو. يدوخ دا حنان ايوا عقده قايل صافي دوخ. حتى كنقول مع راسي راني فهمت، كنلقى راسي راني ما فهمت والو. غير بشويه عليك انا غنفسر لك. سمعت بلي التضخم اللي عايشين فيه دابا جاي من على برا، زعما مستورد. انا كنعرف غير السلعه اللي كتدخل من على برا وحتى السياح. كاينه شي حاجه اخرى؟ ايش استفدت انت من هذا السؤال؟ بلاتي دقه انا غنشرح لك. التضخم هو فاش الثمن ديال السلع والخدمات اللي كيبيعوها الشركات كترتفع. مثلا الثمن ديال الزيت شحال هادي، ان لتر كنا كنشريوه 19 درهم، دابا ان لتر ولينا كنشريوه ب 30 درهم. اذا نسبه التضخم بالنسبه للزيت طلع ب 58%. ايوا كيفاش دابا كنسمع بلي التضخم طالع ل 7.7% والزيت بوحدها قلتي طالعه ب 58%. بعض المنتوجات والخدمات صعيب تحسب لهم نسبه التضخم حيت ما كتعرفش هاد الزياده واش بسبب التضخم ولا الشركه اللي زادت حسنت بالمنتوج والاضافه اللي دارت لها واحد الثمن كترفع من سعر المنتوج. بحال مثلا واحد التليفون كان كيدير 4000 درهم دابا ولا كيدير 15000 درهم. هو تقدر تكون فيه شويه ديال التضخم زائد تكلفه الابتكار زائد الديزاين وتكلفه ديال التسويق الى اخره. اذا الا الثمن ديال واحد المنتوج ارتفع هادشي ما كيعنيش انه بسبب التضخم فقط. حتى دابا مازال ما جاوبتيني. اودي غير تهدني ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. دابا غادي نشرح لك كيفاش لاج سي بي كيحسبوا نسبه التضخم. بلاتي زربتي عليا. اشنا هي هاد لا سي بي تاني؟ لاج سي بي او كوميساريا او بلان اللي هي مندوبيه الساميه للتخطيط اللي مكلفه بانتاج تحليل ونشر احصائيات الرسميه بالمغرب، ومن بين المهام ديالو كيتبع يحسب وينشر معلومات على الاسعار في المغرب. وهكا كيحسبوا نسبه التضخم كياخذوا بعين الاعتبار الزياده في مجموعه من المنتوجات والخدمات. في المجموع على باز ديال الحساب فيها 546 منتوج من 18 مدينه، وكيديروا لهم معدل اعتماد على المرجع اللي هي الاثمنه ديال 2017. وهاد العمليه هي مؤشر اسعار المستهلك لانديس دي بري على كونسوماسيون. وديري في بالك باللي التضخم ماشي بالضروره يقيس كاع القطاعات. التضخم واش هاد التضخم عنده ايجابيات بعدا ولا غير سلبيات؟ سؤال في محله. التضخم مزيان بالنسبه للمدينين لي زونبرانتور اللي كيتسلفوا الفلوس، وخايب بالنسبه للمدخرين لي زيبارنيون اللي كيخبيو الفلوس. بلاتي دابا الا فهمت. انا جا مع شي بركه ومع هاد التضخم والاثمنه طالعين، يعني القدره الشرائيه ديالك غتنقص. هكاك يعني الادخارات ديالي كيبقاو هما الاسعار كيرتفعوا، يعني غنولي نشري حوايج قل من الاول، يعني القدره الشرائيه ديالي غتنقص. مزيان صحيح. ها انت دابا وليتي كتفهمي. اجي بيني وبينك عندك شي كريدي؟ هاد الساعه لا، ولكن كنعرف بزاف ديال الناس عندهم كريديات. ودابا في نظرك التضخم غادي ياثر على هاد الناس؟ عندهم كريديات والطريطات خصهم يخلصوهم والاثمنه طالعين. صراحه والله ما بقيت فاهمه والو. ركزي معايا. القيمه ديال الفلوس طلعات، الكريدي والطريطات كيبقاو هما يعني كتخلصي داكشي اتفقتوا عليه النهار الاول، ما كيتزاد ما كينقص بسبب التضخم، لا بالنسبه للافراد لا بالنسبه للشركات. يعني داك اللي كيسلفك كيكون خاسر من واحد الناحيه. صراحه فكرتني في واحد صاحبتي سلفتها واحد 200 درهم شحال هادي، يعني دابا الا رجعتها ليا وبهذا التضخم اللي كنعيشوه دابا ديك 200 درهم ما بقات غتجيب ليا دابا والو، يعني دابا انا تقولب 4000 ريال ديال فلوس. ومالك 4000 ريال ديال شحال هذه ديال درك؟ 4000 ريال ديال داك الوقت تشري بها 100 درهم. اجي ديجا دوينا على بنك المغرب بلي مازال ما دار حتى شي رده فعل، ولا ممكن يكون دار شي حاجه وانا ما جبت الاخبار والو.
صراحه بغيت غير نعرف شنو الدور ديالو في هذا الشيء. بزاف الناس كيتسحب لهم بلي بنك المغرب الدور ديالو هو انه غير كيراقب البنكات اللي كاينين وكيطبع الفلوس، ولكن هذا راه ماشي هو الدور الوحيد اللي عنده. صراحه حتى انا عندي نفس الفكره، الا عنده شي دور اخر كاين بزاف ما يتقال. عرفتي شنو؟ خليها حتى الحلقه الجايه، وحتى نتوما تسناونا. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه باش تعم الفائده.